زي ما توقعت وحذرتكم من موضوع اللاجئين اللي في مصر. افتكرت انا بهزر، والراجل ده ما عندوش قلب، ما عندوش انسانيه، ازاي يعني؟ ده اخواتنا وما شلتهمش الارض نشيلهم في دماغنا، مع ان ده ما فيش دوله بتعمل كده. العالم دي عشان تاخد اقامه في دول الخليج ولا في غيرها لازم تحصل لها موافقه امنيه، نعرف انت مين، جاي منين، رايح فين، دينك ايه، عقيدتك ايه، مذهبك ايه. ما انت ممكن النهارده تيجي تقول لي انت مسلم وتتجوز واحده وانت مش مسلم اساسا، وتتجوز مسلمه، او انت مسيحي على مذهب تاني، ونفس القصص كده تحصل في مصر، وحصل بلاوي من الكلام ده بالفعل. ممكن يكون عندك مشاكل امنيه، حصل في دول زي سوريا مثلا عفو عام جنائي وسياسي، ورغم كده ما رجعوش وما فيش في بلدهم حروب. حصل في السودان حرب الجنوب، خلاص اتقسمت وقفت، وما زالوا موجود 8 مليون و200 الف. دلوقتي بقى دخلنا على السيسي بيتحفنا بموضوع التجنيس. شطور ياض، شطور، عمال يجنس دلوقتي بقى اللاجئين. وده اللي انا حذرت منه، قلت لكم العالم ده تدخل في مركز الشرطه في المستقبل تلاقي الشرطي سوري، ولا تلاقي اللي في الجيش سوداني، وهتشوفوا مصر المصريين بعلمها الاحمر الخفاق فوق العالم ابتداء من 2024. عماد سعد الله رئيس لمصر رافعا العنخ الذهبي.